المهندس محمد المزغي شاب ليبي ترعرع في هذا الوطن، نما في أوساط عائلة من مثلنا مثل الآخرين. قد تكون نوعا ما نشأتنا هي فيها نوع من المحافظة أو عائلة محافظة. درسنا في البلد وتخرجنا ونلنا الشهادة الابتدائية مثل ما حضرتك تريد الآن، من الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية ثم لمرحلة التعليم الجامعي، وتخرجنا في تخصص زي ما تفضلت حضرتك هندسة الإنتاج والتخطيط، وانطلقنا في الحياة ثم أهلنا نفسنا وفقا لمقتضيات الحاجة في هذه الدنيا الصعبة. أهلنا نفسنا تأهيل عالي، تحصلنا على شهادة عليا. وبالنسبة للخبرة في إدارة الشؤون العامة، المهندس محمد المزغي يتمتع بقدرة عالية جدا على الاستماع للفريق. المهندس محمد المزغي ليس يعني إنسان لوحده يقرر يفكر ويقرر وينفذ، لا، إذا كنا حتى في المشاريع الخاصة سواء في شركات أدرناها أو في مشاريع أشرفنا عليها أو في برامج غير مقصود منها التربح، كنا دائما نسمع بشكل جيد للفريق، روح فريق. الشيء اللي نركزوا عليه الفكر الجمعي، الكمال لله سبحانه وتعالى، هو اللي يعلم كل شيء، له الوحدانية، ليست لي وليست لك وليس لأحد من البشرية على وجه الكرة الأرضية. احنا فكرنا مكمل لبعض، فخبرتنا تكمل في خبرة فريقنا أيضا في العديد من قطاعات الحياة. نحن لا نتحدث عن شركة خاصة، نحن نتحدث عن دولة مترامية الأطراف، فيها شعب وفيها مقومات وفيها ثروات طبيعية وفيها تاريخ وماضي عريق جدا، ونبحث عن المستقبل. للمستقبل نحن نجمع جميع هذه العناصر ونضمنها في مشروع. فالمهندس محمد المزغي لا تعتقد أنه يفهم في كل شيء، لا، نجيد إدارة الفرق، نجيد التعامل مع الأزمات، نتكلم بواقعية. ديدننا في هذه الحياة ونظريتنا هي المحصلة وليست الدوائر والمربعات. ففي أناس هم المفكرين من إخواننا ليبيين درجة الوطنية أعلى منا بكثير، أفضل منا في مجالاتهم، نحن نستمع إليهم جيدا، وبالليبي يعني نعطف الخبز لخبازة لكي نحصد النتائج جميعا.